السلام عليكم خاوتي، معاكم جحلوطة فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم راح نتوقعوا فيه مشوار المنتخب الوطني تاعنا في كاس افريقيا الجايه، ونشوفوا زعما اذا عندنا لا شونس نديوها ولا راح تخلص علينا مال نديروا تبهديله كيما اخر لي كوب دافريك اللي لعبناهم وخرجنا من دور المجموعات. المهم وبدون اطاله ما تنسوش ديروا جامو ابوني ونبداو الفيديو. بصح قبل ما نبداو التوقعات لازم نحكيو على التشكيله تاعنا اللي خيرها المدرب بيتكوفيتش، واللي بالنسبه لي يا خاوتي تبان لي 90% منها لوجيك، ابار الثلاثي الخطير خزانه كويزينير فريجيدار اللي ما فهمت انا واش راهم يديروا في القائمه. كل خطره نقولوا خلاص تهنينا منهم حتى يفاجئك سي بيتكوفيتش ويستدعيهم من حيث لا تدري. ما فهمتش انا اذا راهو يدير فينا سكارا ولا كش ما راهم حاكمين عليه. باسكو كون نحكيو شويه على لوجيك يا خاوتي في المنصب تاعهم، كون ما عندناش لي جوار اللي خير منهم قولوا بالك محتم عليه يستدعيهم. مي دوكا خلاص كيما الزروقي مثلا من 2019 ما طورش الامكانيات تاعو اللي اصلا ما عندوش. سيد العالم كامل على بالو باللي لاعب محدود وخطير غير على لي جوار اللي يلعب معاهم. مي سي بيتكوفيتش ما عرفش يقتنع وراهو يخشن في راسو وقال لهم باللي زروقي لاعب مجتهد بزاف ويعجبني، يسمى يسرى اللي يسرى لازم نستدعيه. وبلا ما نساو الزملاء تاعو توغاي وزرغان اللي كي يلعبوا كلي ما لعبوش. هذا الثلاثي للاسف يا خاوتي كاين بزاف خير منهم، كيما بار اكزومبل هذاك فيكتور لكحل ولا عباده ولا تيطراوي الى اخره. مي الله غالب دوكا طفرت وراهم راح يلعبوا لا كوب دافريك، دونك ما علينا غير ندعيو برك ما يعميوهاش بزاف ويديروا اخطاء كارثيه اللي قادره تتسبب في الخساره تاعنا. المهم دوكا وعلى بركه الله ندخلوا في صلب الموضوع ونبداو التوقعات تاعنا. ونبداو مع اول مباراة لينا راح نلعبوها في 24 ديسمبر ضد منتخب السودان اللي لعبنا معه غير كيما في كاس العرب، واللي صراحة يا خاوتي بان لي ما راهوش منتخب مرعب. مي لازم نديروا له حساب سيرتو كي راهو حالف فينا الجوار تاعهم احمد التش وقال لهم الربحة مضمونة ضد الجزائر. بصح انا حسب خبراتي الكروية الكبيرة تبان لي راح نربحوا السودان بسكور كبير، ونتوقع باذن الله راح تكون يا 3-0 يا 4-0. المباراة الثانية تاعنا راح نلعبوها ضد منتخب بوركينا فاسو اللي راهو يبان لي بلي راح يكون اصعب منتخب نواجهه في المجموعة، باسكو الله يبارك عندهم دي جوار يلعبوا فيزيك بزاف، يسمى راح يكون ماتش ضرب ونضرب ما كاش الرحمة، غلطات تحسب بيت كيما صرات لنا في اخر نسخة تاع كوب دافريك اللي لعبناها وخلاص الماتش معاهم بزوج. على هادي نتوقع الماتش راح يكون صعيب بزاف، مي باذن الله راح نربحوهم بصح بسكور صغير، يعني يا 1-0 يا 2-1. دوكا نروحوا لاخر مباراة في دور المجموعات واللي راح تكون مع غينيا الاستوائية. هذه غينيا الاستوائية يا خوتي اللي عندنا حسيفة قديمة معاهم، سيرتو مع داك الجوار تاعهم سلفادور هذاك اللي صابغ شعره غوز، لازم نربحوهم مهما يصرى باسكو يلعبوا على المورال يا خوتي. مالغري لعبنا معاهم غير كيما في التصفيات هذه لا كوب دافريك ربحناهم 2-0 وتعادلنا معاهم 0-0. مي نتوقع راح يكون ماتش سهل سيرتو كي راح نكونوا ضمننا التأهل، يسمى باذن الله راح نربحوهم بكاس 2-0 هكذاك وبالفريق الثاني تاعنا هكذا باش يترباو مليح وما يزيدوش يخلطوا فينا. يسمى هكذا خلاص يا خوتي راح نكملوا دور المجموعات ان شاء الله في الصداره ورانا في الدوزيام تور اللي هو الادوار الاقصائيه. بصح قبل ما نشوفوا مشوار منتخبنا الوطني لازم نتوقعوا شكون اللي راح يتاهل من المجموعات الاخرين هكذا باش تبان مع من راح نطيحوا. كيما على بالكم يا خاوتي في هاد لاكوب دافريك راح يتأهلوا من كل مجموعة زوج الاولين بالاضافة ل4 منتخبات اللي مكلاسين افضل توالت من 6 مجموعات اللي كاينين، يسمى هكذا في المجموعة راح يكون 16 منتخب راح يتأهل. المهم دوكا نبداو مع اول مجموعة واللي هي مجموعة الجيران المغرب واللي هما البلد المنظم. نتوقع في هذه المجموعة تاعهم راح يتأهلوا هما مع منتخب مالي، مالغري جزر القمر ناس ملاح وخاوتنا وكاع بصح الله غالب ما فيهاش. المجموعة الثانية نتوقع والعلم لله راح يتأهلوا منها مصر وجنوب إفريقيا، ونتوقع راح يكون فيها منتخب ثالث يتأهل معهم واللي هو منتخب زيمبابوي، يسمى في هذه المجموعة راح يتأهلوا 3. دوكا المجموعة الثالثة اللي فيها الجيران تاعنا مي الشرقيين ماشي الغربيين، نتوقع راح يتأهل منها نيجيريا وتونس، وتاني راح يكون منتخب ثالث اللي هو منتخب أوغندا، وهكذا راح يكونوا تاني 3 فرق من هذه المجموعة. دوكا مع المجموعة الرابعة نتوقع تاني راح يكونوا فيها 3 اللي يطلعوا من هذه المجموعة واللي هما السينيغال بيان سور، وتاني الكونغو الديمقراطية، ومعهم البنين اللي يبان لي هما راح يكونوا الحصان الأسود تاع هذه الدورة. دوكا نروحوا المجموعة الخامسة يا خاوتي واللي هي المجموعة تاعنا، وكيما قلنا بإذن الله احنا راح نصدروا المجموعة وراح يتكاليفيو معانا بوركينا فاسو برك، يسمى على حساب التوقعات تاعي راح نطلعوا غير احنا الزوج من هذه المجموعة.
واخيرا لحقنا المجموعه الاخيره اللي راح نتوقع فيها يا خاوتي يطلعوا منها كوت ديفوار والكاميرون ومعهم الغابون. هكذا راح يكونوا 3 من هذه المجموعه اللي يطلعوا. وهكذا يا خاوتي نكونوا كملنا التوقع تاع كامل الفرق اللي راح يلعبوا في الادوار الاقصائيه. وعلى بركه الله نبداو مع دور ال16 اللي تباني راح نطيحوا فيه مع منتخب الكونغو الديمقراطيه، واللي راح يكون ماتش صعيب. ما تخافوش خاوتي، باذن الله راح نربحوهم ونتاهلوا للدور الربع النهائي، والتما اللي راح تبدا الاثاره تاع الصح. باسكو تما كباب راح نطيحوا مع نيجيريا اللي راهي حالفه فينا من الضربه تاع 2019. بصح تاني خاوتي ما تخافوش، راح يعاودها لهم محرز ويحطها في الجول، وراح نتاهلوا للدور النصف النهائي، والتما راح يبدا يخشان اللعب تاع الصح. باسكو تما يا نطيحوا مع المروك يا مع لافريك دو سود يا مع الكاميرون. نتوقع يا خاوتي راح نطيحوا مع المروك، وراح يكون ديربي مغاربي كبير. هنا يا خاوتي عندنا زوج لي بوسيبيليتي. إذا لعبونا بالون راح نعاودوا لهم الضربة تاع مطربونا المغربي ونربحوهم. بصح إذا تدخل فوزي القجع وبدات الكولاسة، هنا ما شكيت يا خاوتي نربحوا وراح نخرجوا بصح بفضيحة تحكيمية كبيرة. يسمى هنا في النصف النهائي الكولاسة هي اللي راح تكون مفترق الطرق. على حساب المعطيات يا خاوتي بين المروك ما راحش يسمحوا في هاد لاكوب دافريك ومعولين يدوها بأي طريقة، مساكن من السبعينات ما شافوهاش. يسمى هنا تبان لي للأسف راح ينتهي المشوار تاعنا ونخرجوا من كأس إفريقيا. صح حنا نفترضوا مثلا يصرى سيناريو واحد اخر، واذا المراكه هداهم ربي وما صراتش الكولاسه، هنا باينه بلي حنا نربحوهم بالون وراح نروحوا لافينال ونزيدوا نطيحوا مع منتخب السنغال ونعاودوا لهم نفس الضربه تاع 2019 ونديو لاكوب دافريك على ظهرهم. راكم على بالكم السنغال هما الخبزه تاعنا، هذه ما فيهاش نقاش. يسمى هنا في حال ما صرات الكولاسة يا خاوتي بإذن الله هكذا راح يكون مشوار المنتخب الوطني تاعنا ونجيبوا النجمة الثالثة من المغرب اللي ما قدرناش نجيبوها في آخر نسختين من كأس إفريقيا. في الآخر يا خاوتي هذا هو التوقع تاعي لمشوار المنتخب الوطني تاعنا في كأس إفريقيا 2025. إن شاء الله برك ما يصراش اللي في بالكم وتخلص علينا خارجين من الدور الأول، نجيبوا غير معنا كاساتي عند خوتنا المغاربة. معليش حنا نبقاو متفائلين ونديروا الثقة في المدرب تاعنا واللاعبين، وإن شاء الله راح يكونوا قد المسؤولية ويفرحونا هذه الخطرة. المهم يا خاوتي هنا لحقنا لافين تاع لا فيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم. وهذه كانت غير مجرد توقعات برك، حنا ما نعلموش الغيب، كلش في يد ربي سبحانه. لا كتب لنا نديوها ماذا بينا، واذا ما ديناهاش مازالوا ليا ان شاء الله ونديوها في النسخات الجايين. المهم ما تنسوش تدعمونا بجام ابوني بارطاجيو، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.